والنفي ليسودها البعد العسكري اليوم، فقد قتل جنديان سودانيان وجرح عدد آخر من الطرفين في اشتباك حدودي هو الأعنف في منطقة حلايب المتنازع عليها بين الطرفين. أكدت مصادر عسكرية مصرية اليوم أن 7 عسكريين سودانيين على الأقل جرحوا، وأصيب عدد من الجنود المصريين بجروح أيضا في اشتباكات وقعت الليلة الماضية بين قوات مصرية وأخرى سودانية في منطقة حلايب الحدودية. وقد نقل الجنود الجرحى على متن مروحية عسكرية مصرية، وقد أدخل الجرحى إلى قسم العناية المركزة في المستشفى العسكري في المعادي. وبينما لم يصدر تعليق رسمي من الجانبين، يعتقد المراقبون أن الحادث هو الأضخم لجهة المصابين فيه. وقد أكد الرئيس مبارك أن مصر لن تتدخل عسكريا في السودان، لأن الشعب السوداني قادر على التعامل مع قادته على حد قوله. هذا وقد قام الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات بزيارة للقاهرة. درجة قلت له حبينا نعكسك شوية، فوديت لك سرية مظلات عشان نرفسكم، مش عاوز أقول حاجة، فانتوا اتخضيتم وحطيتوا دفاع جو على بور السودان، واللي ضحك عليكم قال لكم ده مصريين جايين يحتلوا بور السودان. انا بحتل بور السودان؟ كفايه الحدود اللي عندي، بعيش اللي عندي، مش ناقص اضيف حد عايشه كمان عليا. ومش على متفقين على ان 2 وزراء خارجيه يقعدوا مع بعض ويشوفوا ايه الحلول المتاحه. وطبعا الحلول فيش تنازل عن الارض، لان انا لا املك تنازل عن الارض. واحد بيقول لي بيسالني تنزلت عن الارض، قلت له انا ما املكش، ده ملك الشعب، حاجه مش ملك اتنازع عنها ليه؟ ماشي اثبت.